معظم الناس اللي بتستخدم الورق بصوره يوميه تعرف ان مقاس الورق الاي 4 عباره عن 210 ملم في 297 ملم، يعني 21 سم في 29.7. السؤال هنا ليه طول الورقه الاي 4 29.7 مش 30 سم؟ خصوصا ان الفرق بسيط جدا لدرجه ان ممكن ما يتلاحظش بالعين المجرده. علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف في الاول ان مقاس الاي 4 هو جزء من ورقه مقاسها اي 0، ومقاس الورقه الاي 0 عباره عن 841 ملم في 1189 ملم. وبنبدا نقسم الورقه الاي 0 الى ورقتين من مقاس الاي 1. بنفس الطريقه هنقسم الورقه الاي 1 الى ورقتين اي 2، وهكذا الورقه الاي 2 الى ورقتين اي 3 لحد ما نوصل للورقه الاي 4. عشان نجاوب على السؤال ده هيكون من خلال الاجابه عن سؤال بيقول كيفيه وضع مقاسات الورق. تعال نشوف مع بعض الأسس والقواعد اللي اتحطت عام 1922 من اتحاد المكتبات الدولي علشان يتوصلوا لنظام موحد لمقاسات الورق. تخيل ان احنا عندنا ورقة مستطيلة الشكل طولها A وعرضها B. أول أساس اتحط ان مساحة الورقة دي هتساوي 1 متر مربع، يعني هيبقى عندنا معادلة مساحة المستطيل الطول في العرض بتساوي 1 متر، يعني A في B بيساوي 1 متر مربع، وده هيبقى الشق الأول. الشق الثاني ان احنا عندنا مقاسات الورق هو إحدى تطبيقات جذر 2، وفي ان النسبة بين الطول والعرض بيساوي جذر 2، يعني A على B بتساوي جذر 2. ولو عايز تعرف النسبة دي اتحسبت ازاي في فيديو على القناة بعنوان علاقة مقاسات الورق بجذر 2، وهتلاقي لينك الفيديو في الوصف. كده هيبقى عندنا مجهولين A و B وعندنا معادلتين. هنشتغل في المعادلة الثانية وهنضرب طرفين وسطين، فيبقى عندنا A بتساوي جذر 2 B. وهنعوض عن قيمة ال A في المعادلة الأولى، هنشيل A ونحط قيمتها، هيبقى عندنا جذر 2 B في B بتساوي 1. هنقسم طرفي المعادلة على جذر 2، هيبقى عندنا B تربيع بتساوي 1 على جذر 2، وهناخد الجذر التربيعي للطرفين، فهيبقى عندنا B بتساوي الجذر التربيعي ل1 على جذر 2. وبالآلة الحاسبة هنحصل على قيمة ال B وهتبقى بتساوي تقريبا 841 ملم. وبالتعويض في المعادله A بتساوي جذر 2 B، وبرضه هنستخدم الآلة الحاسبة هنحصل على قيمه ال A هتساوي تقريبا 1189 ملم. وبكده هيبقى حصلنا على ابعاد الورقه. الطول هيساوي 1189 ملم والعرض هيساوي 841 ملم. ومقاس الورقه ده هو المقاس الاساسي للورقه وسموه A0، طوله 1189 وعرضه 841. هنقسم الورقه ل A0، هيبقى عندنا ورقه A1 وهيبقى طولها 841 وعرضها 594، وهكذا في الاي 2 هيبقى طولها بيساوي 594 وعرضها بيساوي 420. وبنفس الطريقه هنحصل على الورقه الاي 3، هيبقى طولها 420 وعرضها 297 لحد ما نوصل للورقه الاي 4 هنلاقي طولها 297 في 210. وبنفس الطريقه هيبقى عندنا الورقه الاي 5 والورقه الاي 6 والاي 7 والاي 8 والاي 9 والاي 10. وفي مقاسات الفئه A بيزيد عندنا مقاسين اللي هو الاي 0 لما نبدا نحط ورقتين جنب بعض، فيبقى عندنا 2 من الاي 0، والورقه دي بيبقى طولها 1682 في عرض 1189. ولما نضاعف كمان المقاس ده كمان مره بيبقى عندنا 4 اي 0، الورقه دي بيبقى طولها 2398 وعرضها 1682. وبكده هيبقى كلامنا عن مقاس الفئه A من مقاسات الورق انتهى، لكن الكلام عن الورق عموما لسه ما انتهاش. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم عن مقاسات الفئه B.